جد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن موضوع طبي مهم، وهو ما يسمى بالتغذية العلاجية. هذا المجال الذي يوضح العلاقة بين الأكل، أهمية ما نتناوله، والصحة. هذا الموضوع رح نتحدث عنه مع الدكتورة جيان عيسى، أخصائية التغذية العلاجية، معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتورة جيان. يسعد صباحكم. رسالة. كثير الشكر لانضمامك معنا دكتورة جيان للحديث حول هذا المجال الطبي والصحي، التغذية العلاجية. بداية قبل ما نتحدث بشكل مفصل وأوضح حول التغذية العلاجية، لو نفهم ما هو تخصص التغذية وما هي مجالات هذا العلم؟ طبعا التغذية هو علم بيهتم انه شو عم ناكل نعم. وكيف جسمنا عم يستفيد من هذا الاكل، وطبعا شو نوع الاكل اللي حتى جسمي يضل بصحة جيدة. طبعا مجالاته كثيرة، مثل التغذية العلاجية، تغذية الرياضيين، تغذية الاطفال، الحوامل، المرضعات، نعم. وتغذية مجتمعية. نعم. دكتورة، نتحدث عن التخصص التغذية العلاجية. ما المقصود بهذه التغذية ولماذا تسمى بالعلاجية؟ يعني التغذية العلاجية بشكل عام نحن عم نستخدم الأكل كجزء من علاج المريض. طبعا ليش إنه سميناها علاجية؟ لأنه هي بشكل عام لأنه هي فعلا بتساعد وبتحسن حالة المريض وبتسرع من شفائه. إذن هو مجال صحي وطبي يتم الاتجاه إليه في حالة العلاج بالمرض فقط، أم قد يكون للوقاية أيضا؟ طبعا في أمراض بتكون التغذية جزء من علاجها، وفي أمراض نحن يعني عم نوقي حالنا منها. مثلا هلا الطفل مثلا بنقول إنه بشكل عام نحن صغار لازم نهتم بأكلنا، بنوع الأكل اللي نحن فيه، لأنه أحيانا كثرة الوجبات، لا لما يكون في عندنا وزن زايد وكثرة الوجبات الجاهزة وهاي ممكن الشخص يتعرض لما يكبر لأمراض السكري بشكل عام. دكتورة، بعض المستمعين رح يسألوا يا ترى شو هن مهام أو المهام التي يقوم بها اختصاصي التغذية العلاجية، وهل هو مسار متزامن مع العلاج الطبي وبالعكس؟ هلا نحن بنقيم حالة المريض، تاريخه، إذا في تاريخ مرضي أو لا. بنشخص حالته، وبعدين بنحط خطة غذائية على حسب وضعه ومرضه إذا كان في مشكلة وهيك. طبعا بتكون المتابعة خطوة خطوة لحتى نشوف النتائج، نشوف إذا في تحسن بحالته. طبعا التغذية العلاجية بتماشى بشكل كبير مع العلاج الطبي. أساسا هن مسارين مكملين لبعضهم. نعم. نعم، حتى عندما يكون هناك حالة طبية تستدعي وجود اختصاصي تغذية العلاجية. كيف؟ نعم، أشرتي أنه هو مسار متزامن، مسارين طبعا. متزامنين. يعني هنا نوضح للمتابع والمتابعة أنه حتى لو كان في حالة طبية، وخاصة حالات الأمراض المزمنة، بتستدعي وجود مختص للتغذية العلاجية إلى جانب العلاج الدوائي والطبي. دكتورة، نتحدث بشكل أوضح حول الحالات والأمراض التي تستدعي وجود مختص للتغذية العلاجية. هلا في عنا كثير حالات، مثل الأمراض، مرض السكري، الضغط، أمراض الكلى والكبد، الكولون العصبي. الكولون يعني بأنواعه فينا نقول، ارتفاع الدهون، السمنة، النحافة، مشاكل بالغدة، سوء التغذية للأطفال، سوء الامتصاص، وفي أمراض نسائية مثل تكيسات المبايض، مقاومة بالأنسولين. نعم. تحدثت عن بعض النقاط فيما يتعلق بكيف أو ما المهام التي تقومون بها. هنا نفهم أكثر حول طرق التشخيص وتقييم حالة الشخص. هل هناك استراتيجيات محددة في التغذية العلاجية أو نقاط مهمة يجب الأخذ بعين الاعتبار عند فهم حالة الشخص؟
طبعا أكيد. نحن بالأول بناخذ معلومات كاملة عن المريض، سواء كوزن كطول، نعم. أسلوب حياته كيف، نوع الأكل اللي هو ياكله، النوم، النشاط. إذا في مثلا حسب تشخيصنا نحن بنطلب مثلا تحاليل. آه، طبعا مهم. نحن مم. بنحط الخطة بناء على المشكلة الموجودة نعم. عنده، مم. وبنشوف التطورات. الاستراتيجيات بتكون انه نحن بنعدل نوع الاكل، نعم. لانه في كثير مم. عادات غلط نحن بنعدلها. نعم. بنوزع الوجبات على حسب الاحتياج الشخص. نعم. طبعا بتكون بدقة. واذا في مثلا نقص فيتامينات، معادن، هيك نحن بنعالجها اكيد. نعم. آه، أشرت لما يسمى بالخطة العلاجية دكتورة جيان، ما هي هذه الخطة؟ وكيف يتم وضعها؟ هل تختلف هذه الخطة من شخص لآخر؟ طبعا الخطة العلاجية بتكون مناسبة لوضع المريض الصحي، حسب مم. حسب المرض تبعه. نعم. طبعا بتختلف من شخص للتاني، لأنه كل شخص له احتياج، نعم. يعني احتياج خاص فيه حسب المرض اللي معه، نعم. لأنه كل مرض له طريقة تعامل نحن خاصة بنتعامل معه. نعم. وبتضل كمان حسب الوزن، العمر، إذا في أعراض تانية، نمط الحياة، الشخص بشكل عام بتفرق كثير معنا. نعم. دكتورة، هل هذه الخطة تكون على مراحل؟ كم تطول؟ وهل مسألة مدة الوصول للنتائج المرجوة، إذا فينا نقول، بتختلف مدتها من شخص لآخر وفقا لحالته الطبية والصحية؟ طبعا هذا الشيء بيختلف من حالة لحالة، حسب نعم. الحالة. يعني في مم. ناس بنشوف نتيجة خلال أسبوعين، في ناس بتكون وضعها مزمن أكثر نعم. فبنشوف خلال مثلا شهر مم. أو شهرين، أو متابعة نعم. طويلة أكثر. مم. طبعا بشكل عام الأكل بده شوية وقت، بس أكيد إنه كل تغيير صغير يعني بيعمل أكيد فرق كبير. نعم. دكتورة، في حال كان هناك شخص غير مؤهل لوضع هذه الخطة العلاجية، مختص غير على دراية كافية بهذا المجال، في حال وضع خطة خاطئة أو غير ملائمة لحالة شخص ما، وخاصة أنه يتم التوجه لهذا المجال التغذية العلاجية في أكثر الحالات، هي الحالات الأمراض المزمنة التي أشرت إليها، مسألة السكري، السرطانات لا سمح الله. فما تداعيات في هذه الحالة؟ ما أهمية أن يكون مختص التغذية العلاجية حذرا فيما يقوم بوضعه من خطة لهذا الشخص؟ هلا ممكن وكثير انه تدهور حالة المريض. نعم. مثل ما قلتي انه في امراض مثل السكري، الكبد، الكلى. كثير مهم انه تكون الخطة الغذائية دقيقة. نعم. هلا خطة غلط ممكن ترفع لي السكر، تزيد الوزن، تخرب توازن الاملاح. نعم. ممكن الشخص نفسه يتعرض لنقص فيتامينات ومعادن، نتيجة اتباع حميات تكون قاسية وما بتكفي لاحتياج الجسم. نعم. فعلى المدى الطويل يعني ممكن يسبب لي نقص بعناصر مهمة الجسم يحتاجها بشكل كبير. نعم. طبعا الموضوع هو ما هو مجرد انه رجيم وخلص اتبعته، لا، هو اساسا لازم يكون مبني على علم، يعني دقيق لازم تكون. نعم. دكتورة، هل هناك صعوبات أو تحديات تلاقونها في عملكم كمختصي التغذية العلاجية حين متابعة حالة شخص أو مريض؟ أكيد بنشوف تحديات كثيرة، مثل مم. إنه قلة الوعي عند الناس. المريض مم. نفسه ما عم يلتزم بالخطة العلاجية نعم. تبعه. أحيانا بتكون الحالة نفسها في بتكون مشاكل مرضية متداخلة مع نعم. بعضها يعني. مم. ففي كثير ناس إنه بتشوف إنه أخصائي تغذية بس لحتى إنه ينحف ويسمن. نعم. بس إنه صح. دورنا أكبر بكثير من هيك. نعم. هو مسار علاجي، يعني ليس فقط مسألة أنه ماذا نأكل وكيف نأكل، هو مسار علاجي طبعا. ويؤثر بشكل كبير على الصحة وعلى الحالة الطبية إذا كان طبعا. في مرض. دكتورة، لديكم مركز للتغذية العلاجية، أين يقع هذا المركز؟ كيف تستقبلون المرضى والراغبين بهذا العلاج؟
هلا حاليا ما عندي عيادة خاصة يعني، نعم. بس بشتغل بمركز طبي نعم. ضمن عيادة التغذية. مهم. اسمه مركز كريستال، هو بالحسكة. نعم. طبعا بنستقبل المراجعين بالحجز المسبق خلال سواء انه كان حضوري او اونلاين، نعم. وبنعمل خطط يعني غذائية مثل ما قلنا انه حسب وضعه، بتكون خطط اسبوعية او شهرية. نعم. دكتورة، عادة الأشخاص هن من تلقاء نفسهم يأتون لهذا المركز، أم وفق ما تتابعين قد يكون هناك إحالات من مشافي أو من أطباء؟ طبعا. كيف هو شكل التعاون بين مختص التغذية العلاجية والأطباء في المشافي أو في العيادات الخاصة؟ هلا الطبيب طبعا اكيد بيشرح لنا الحاله، نعم. بنشوف انه مثلا شو التحاليل اللي طالبها، شو الادويه اللي بيعطيها، على نعم. اساسها نحن بنعطي خطه غذائيه. هلا في اشخاص مثلا نحتاج تغذيه انبوبيه، في نعم. اشخاص مثلا بتكون مثلا مريض الغده بيحول لنا مريض سكري، بس بنعدل نعم. الاكل تبعه. مم. واحيانا بيكون مثلا السكري مرتفع عنده، في عنده وزن زايد، فبتكون متابعه بيننا وبين الطبيب بشكل مستمر يعني. نعم. كيف تقيمين واقع التغذية العلاجية، وأشرتي مسألة قلة الوعي بأهمية هذا المجال المتزامن مع الطب، وخاصة في الحالات الصعبة والحساسة، من حيث توفر الكفاءات دكتورة والوعي الصحي بالعلاقة الهامة بين الصحة والأكل؟ هلا الوعي شوي شوي عم يتحسن، يعني في مم. كثير ناس صارت تعرف انه أهمية التغذية بعلاج الأمراض، بس لسه بنحتاج توعية أكثر، برامج توعوية نعم. مستمرة، مم. وبنحتاج لمختصين أكثر يعني. هناك قلة بعدد المختصين، طبعا إيه. سواء لاختصاص أكيد التغذية إيه. أو التغذية العلاجية، وهناك العديد من مجالات مم. هذا العلم. ما النصائح بختام لقائنا دكتورة، ما النصائح الصحية المتعلقة بالتغذية السليمة التي يمكننا توجيهها لكل المستمعين والمستمعات؟ هلا في بعض النصائح مثل انه نعم. نخفف اكل السكر الابيض، الاكل مم. المقلي الجاهز، المعجنات. طبعا بنزيد من شرب المي تبعنا خاصة مم. بهالجو. نعم. بناكل خضار بشكل يومي. النوم كثير مهم وضروري. نعم. الحركة جزء من العلاج، يعني لازم مم. الشخص انه ما يعتبر الرياضة كفترة مؤقتة بس لحتى مثلا اسمن او هيك. مم. لازم يكون جزء من يومنا حتى لو مشي لفترة بسيطة يعني. نعم. واكيد اكيد انه ما نتبع حميات من الانترنت. نعم. لازم نعرف انه مم. صحتنا بتبلش من الصحن اللي احنا يعني الصحن اللي انا عم باكله. مم. كتير الشكر لك دكتورة. إذا في نقطة أنا ما سألت، تفضلي. هلا في كلمة أخيرة بدي أقول إنه تفضلي. التغذية مو حرمان، التغذية هو أسلوب حياة. وحتى المرضى الأمراض مزمنة يعني مو ضروري يعيشوا بوجع وألم. بالعكس التغذية الصح بتخفف كثير من الأعراض وبتحسن الحياة. نعم. كثير شكر لك دكتورة جيان عيسى، اختصاصية وأخصائية التغذية العلاجية، كنت معنا عبر الهاتف.